السلام عليكم. أنا أميرة ودي قناتي. في تاريخ كل أمة هناك رجال لا يكتبون التاريخ بل يصنعون نقطة تحول فيه. فهل سمعت يوما عن القائد الذي رأى أشلاء الأمة وقرر أن يكون هو الخيط الذي يجمع هذه الأشلاء؟ إنه الملك المنصور عماد الدين زنكي، الرجل الذي أدرك أن تحرير القدس يبدأ بخطوة أبعد بكثير من أسوارها. ولد زنكي عام 1087 يتيما في كنف الدولة السلجوقية. لم يتلقى تربية الملوك المدللة، بل تربى على الجندي القاسي الذي يعرف قيمة كل شبر من الأرض. شب عماد الدين ليصبح فارسا حازما قليل الكلام، مرهوب الجانب، شديد الهيبة على جنده. هذا كان هيبته مزيج من القوة والعدل. لم يكن زنكي مجرد قائد معارك بل مهندس دولة. أول ما فعله هو إصلاح الداخل، وعمر البلاد بعد الخراب، وأشاع الأمن، وقطع دابر اللصوص. كان يرى أن العدل هو أولى خطوات الجهاد، لكن سياسته كانت قاسية في سبيل الهدف الأسمى، إنهاء التفرقة. كان يدرك أن أعداء الداخل اللي هم الأمراء المتقاتلين أخطر على الأمة من أعداء الخارج وهم الصليبيين. تسلم زنكي حكم الموصل وحلب عام 1127 ميلاديا، والمنطقة كلها فوضى. بدأ مشروعه التوحيدي العظيم ضم حماة ومنبش وحصون أخرى. كان هدفه الوحيد توحيد القوة العسكرية للمسلمين في الشمال. لقد كان زنكي هو أول قائد مسلم يفهم أن الوحدة هي السلاح الوحيد ضد الصليبيين. كان يقاتلهم ليجبرهم على أن يكونوا شيئا واحدا. ثم جاءت ساعة الصفر التي ينتظرها التاريخ. كانت أرها شوكة في جسد الأمة منذ نحو 50 عاما، وفي عام 1144 قرر زنكي أن يوجه ضربته القاضية. استغل انشغال الصليبيين وضرب حصارا محكما على الرها. الرها دي إمارة صليبية في عز الشتاء. وفي ليلة مصيرية انهار السور ودخل الجيش الإسلامي. سقوط الرها. سقطت الرها لم يكن مجرد فتح مدينة، بل كان زلزالا هز أوروبا بأكملها. لقد أعاد زنكي للمسلمين ثقة غائبة منذ 50 عاما، وأثبت للعالم أن الصليبيين يمكن هزيمتهم وإخراجهم. هذا الانتصار هو الذي أجبر أوروبا على إطلاق الحملة الصليبية الثانية كرد فعل على الصدمة. بعد الرها تفرغ زنكي لترسيخ دولته وإعداد جيل جديد. هنا تكمن عظمة زنكي الحقيقية. لقد كان يربي ابنه نور الدين محمود، وده هنتكلم عنه في فيديو لوحده مفصل. نور الدين محمود زنكي تكملة لوالده عماد الدين زنكي. نرجع تاني للفيديو بتاعنا. لقد كان يربي ابنه نور الدين محمود على ذات المبادئ ويدربه على القيادة والجهاد. زنكي لم يكن يهتم لمن سيحكم بعده، بل يهتم لمن سيكمل مشروعه.
ولكن للأسف لم يمهل القدر هذا القائد العظيم، ففي عام 1146 وبينما كان يحاصر قلعة جعبر ليكمل توحيده، قتل غدرا وهو نائم على يد إحدى غلمانه. مات زنكي لكنه ترك خلفه إرثا لا يقهر، ترك دولة موحدة، جيشا جاهزا، والأهم ترك ابنه نور الدين ليكمل المسيرة، والذي بدوره أعد تلميذا وهو صلاح الدين الأيوبي. لهذا يسمى عماد الدين زنكي مؤسس مشروع تحرير القدس، هو البطل الذي بدأ القصة، ولولاه لما كتب الفصل الأخير. بس كده خلصنا ملخص عن حياة القائد العظيم عماد الدين زنكي، صاحب فكرة تحرير القدس وإنهاء الحملات الصليبية. السلام عليكم، أنا أميرة ودي قناتي. في تاريخ كل أمة هناك رجال لا يكتبون التاريخ بل يصنعون، نقطة تحول فيه. فهل سمعت يوما عن القائد الذي رأى أشلاء الأمة وقرر أن يكون هو الخيط الذي يجمع هذه الأشلاء؟ إنه الملك المنصور عماد الدين زنكي، الرجل الذي أدرك أن تحرير القدس يبدأ بخطوة أبعد بكثير من أسوارها. ولد زنكي عام 1087 يتيما في كنف الدولة السلجوقية، لم يتلقى تربية الملوك المدللة، بل تربى على الجندي القاسي الذي يعرف قيمة كل شبر من الأرض. شب عماد الدين ليصبح فارسا حازما قليل الكلام، مرهوب الجانب، شديد الهيبة على جنده. هذا كان هيبته مزيج من القوة والعدل. لم يكن زنكي مجرد قائد معارك بل مهندس دولة. أول ما فعله هو إصلاح الداخل، وعمر البلاد بعد الخراب، وأشاع الأمن، وقطع دابر اللصوص. كان يرى أن العدل هو أولى خطوات الجهاد، لكن سياسته كانت قاسية في سبيل الهدف الأسمى، إنهاء التفرقة. كان يدرك أن أعداء الداخل اللي هم الأمراء المتقاتلين أخطر على الأمة من أعداء الخارج وهم الصليبيين. تسلم زنكي حكم الموصل وحلب عام 1127 ميلاديا، والمنطقة كلها فوضى. بدأ مشروع التوحيدي العظيم ضم حماة ومنبش وحصون أخرى. كان هدفه الوحيد توحيد القوة العسكرية للمسلمين في الشمال. لقد كان زنكي هو أول قائد مسلم يفهم أن الوحدة
هي السلاح الوحيد ضد الصليبيين. كان يقاتلهم ليجبرهم على أن يكونوا شيئا واحدا. ثم جاءت ساعة الصفر التي ينتظرها التاريخ. كانت أرها شوكة في جسد الأمة منذ نحو 50 عاما، وفي 1144 قرر زنكي أن يوجه ضربته القاضية. استغل انشغال الصليبيين وضرب حصارا محكما على الرها. الرها دي إمارة صليبية في عز الشتاء. وفي ليلة مصيرية انهار السور ودخل الجيش الإسلامي. سقوط الرها. سقطت الرها لم يكن مجرد فتح مدينة، بل كان زلزالا هز أوروبا بأكملها. لقد أعاد زنكي للمسلمين ثقة غائبة منذ 50 عاما، وأثبت للعالم أن الصليبيين يمكن هزيمتهم وإخراجهم. هذا الانتصار هو الذي أجبر أوروبا على إطلاق الحملة الصليبية الثانية كرد فعل على الصدمة. بعد الرها تفرغ زنكي لترسيخ دولته وإعداد جيل جديد. هنا تكمن عظمة زنكي الحقيقية. لقد كان يربي ابنه نور الدين محمود، وده هنتكلم عنه في فيديو لوحده مفصل. نور الدين محمود زنكي تكملة لوالده عماد الدين زنكي. نرجع تاني للفيديو بتاعنا. لقد كان يربي ابنه نور الدين محمود على ذات المبادئ ويدربه على القيادة والجهاد. زنكي لم يكن يهتم لمن سيحكم بعده، بل يهتم لمن سيكمل أو سيكمل مشروعه. ولكن للأسف لم يمهل القدر هذا القائد العظيم. ففي عام 1146 وبينما كان يحاصر قلعة جعبر ليكمل توحيده، قتل غدرا وهو نائم على يد إحدى غلمانه. مات زنكي، لكنه ترك خلفه إرثا لا يقهر. ترك دولة موحدة، جيشا جاهزا، والأهم ترك ابنه نور الدين ليكمل المسيرة، والذي بدوره أعد تلميذا وهو صلاح الدين الأيوبي. لهذا يسمى عماد الدين زنكي مؤسس مشروع تحرير القدس. هو البطل الذي بدأ القصة، ولولاه لما كتب الفصل الأخير. بس كده خلصنا ملخص عن حياة القائد العظيم عماد الدين زنكي، صاحب فكرة تحرير القدس وإنهاء الحملات الصليبية.